يلي قاعدين جنب الراديو تسمعوني، كل سنة وانتوا طيبين جميعا ما عدا واحد في الدنيا دي، واحد مدوخني مغلبني، واحد يستاهل قطم رقبته، حذره من هو جوز بنتي، نيبتي، مصيبتي. وبالمناسبة دي أنا جايالكوا الليلة عشان أحكيلكوا حكايتي، عشان أشكيلكوا همي، عشان أفضفض باللي في قلبي. اسمعوا حكايتي واحكموا على جواز البنات كلهم. يعني الساعة بقت 2 والمتعوس لسه ما جاش. المتعوس؟ المتعوس مين يا ماما؟ هو فيه متعوس في الدنيا غير جوزك؟ اصل دي اول مرة بسمعك فيها تقولي عليه متعوس. امبارح مثلا كنت مسمياه الهايف، واول امبارح كنت بتقولي عليه خايب الراجع. اهي كلها اسامي على مسمى، كلها اوصاف راكبة عليه الخالق الناطق. حرام عليك يا ماما، ده جوزي طيب وابن حلال. ايه طيب وابن حلال؟ يا هبلة يا عبيطة، هتفضلي طول عمرك خايبة. ليه بس يا ماما؟ افرضي انه جوزك طيب، تقومي تقوليها لي في وشي بمنتهى التبجح، تكسري بخاطري. افرضي انه ابن حلال، تقومي تعترفي بيها على طول كده من غير لا كاني ولا ماني ولا دكان الزلباني. انتي لما تروحي تشتري حتة قماش من عند البياع، تروحي تشتريها على طول ولا تقعدي تفاصلي معاه وتشتريها بنص التمن؟ يا ماما القماش حاجة والجواز حاجة تانية. لا يا مغمضة، فتاحي. الراجل عبارة عن حتة قماش حريمي، الشطرة اللي تعرف تشتريها أنقص شوية، والأشطر اللي تعرف تفصلها على قدها. يا ماما ايه الكلام ده بس؟ مش عاجبك كلامي يا أختي؟ اتضايقتي قوي من كلامي؟ مش جاي على معدتك ما انتش قادرة تهضميه؟ طبعا طبعا صعب عليك غراب البين. غراب البين؟ جوزك لو كنت عارفة تمشيه كان غاب لحد دلوقتي برا. ما غابش ولا حاجة يا ماما، ده بيخرج من الشغل الساعة 2 ودلوقتي يا دوب الساعة 2:05، يعني ملحقش ينزل على سلم المصلحة. يا خيبة، يا لبخة، هما ال5 دقايق شوية؟ 5 دقايق، 5 دقايق، 5 دقائق. مين عارف بيعمل ايه دلوقتي؟ قال يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال. يا ماما حرام حرام، دول 5 دقايق. وماله، انا لما شنكلت ابوكي وخليته يتجوزني ما خدش في ايدي 3 دقايق. اسمعي، لابد وضروري ومن كل بد اول ما يجي لازم تتخانقي معاه. لكن جوزي ما عملش حاجة تخليني اخانقه. برضو لازم تخانقيه، مش هتخسري حاجة لما تخانقيه. قواعد الزوجية بتقول ان الزوج يعتبر خائن حتى تظهر براءته. يعني عايزاني اخانقه من غير سبب يا ماما؟ وش عرفك انه من غير سبب؟ انت عارفة جوزك بيعمل ايه لما بيكون برا البيت؟ طبعا لا. خلاص، لابد يكون فيه سبب وانت مش عارفاه. خانقيه وهو يدور على سبب يقولهولك. لو انت عايزة تشيلي الدنيا كلها فوق دماغك، اولا تخانقي جوزك وثانيا تدوري على السبب اللي هتخانقيها عليه، لا ده يبقى كتير. اهو جاي يا ستي. اتبيني اتمغصت. ما
نهارك سعيد يا مراتي يا حبيبتي. نهارك سعيد يا جوزي حبيبي. أهم إيه وحشتيني قوي يا حياتي. وانت كمان يا روحي. أهم انا حاسس بشويه برد جايين من ناحيادي. برد يا عيني يا حبيبي، احط لك لزقه؟ لا يا ستي، كفايه اللزقه اللي قعدنا هنا، لزقتين في البيت توجع. الله، مين؟ حماتي. اهلا اهلا اهلا. إيه لا يا شيخ، يعني انت الصيت في نواضرك ما انتش شايفني؟ لا مؤاخذه يا حماتي، لا مؤاخذه، العتب على النظر. معاك حق، داخل كده زي السواق لعمة، زي السواق الأطبش، لا سعيدة ولا حتى تعيسة. انا اسف يا حماتي، نهارك سعيد. إن شاء الله ما تشوف ريحة السعادة. اللهم اني صايم. خد اغسلي لي المنديل ده يا سميرة، خلينا نقصر الشر. حاضر. نعم نعم، بتؤمر وتنهي كده ليه في بنتي يا سبعجر؟ لو انت اشتريتها جارية، لو انت واخدها أسيرة، ما تجيب لك يا ضنايا غسالة تغسل لك حاجتك. عاجبك كده يا سميرة؟ يا ماما. ايه ماما؟ عاجبك كده انتي؟ عاجبك كده؟ يركب على نافوخك ويركب على نافوخي انا رخرة عشان خاطرك؟ يا ستي دي مراتي وانا حر فيها. حر فيها يعني ايه يا اللي ما عندكش ريحة الفناس؟ فينيس؟ فينيس دي ايه؟ معرفش، انا سمعتها كده. يعني عايزاني اغسل المنديل انا بنفسي؟ قولي، هو منديل مين فيكو؟ منديل يا ستي. خلاص تغسله انت. الله، ليه بقى؟ كل واحد مسؤول عن ممتلكاته. ايوه يا ستي، لكن دي مراتي والزوجة لازم تغسل وتطبخ وتكنس، هي كلها ممتلكاتي. الكلام ده كان زمان وجبر، ايام الفوضى، ايام اليغمة. لكن دلوقتي الست زي الراجل، لازم الراجل يتعاون معاها. يتعاون معاها في الغسيل وفي الطبيخ كمان. اذا بقى انا اقعد اطبخ واغسل هنا، وهي بقى تبقى تروح المصلحة بدالي. وماله، ما هي الست زي الراجل، تروح. انت بتعمل ايه في المصلحة؟ بتروح تقعد على مكتبك، تحط رجل على رجل وتطلب فنجان القهوة وتقرا الجورنال. تروح بنتي تعمل كده، تحط رجل على رجل وتشرب فنجان القهوة وتقرا الجورنال. دي حاجة بسيطة قوي، انا اعملها. كفايه بقى يا ماما. ايه اتضايقتي يا اختي قوي؟ كفايه؟ يا سلام، اتوجعتي له، ما تتوجعيش لامك ليه؟ امك الغلبانه، امك المسكينه. اللهم اني صايم. قومي يا سميرة اغسلي المنديل. ما تقوميش. قومي يا سميرة. ما تقوميش. بقول لك قومي. انا بقول لك ما يا تقوميش. ناس كفايه بقى كفايه، هدنة حيرتوني زهقتوني. انا بصفتي امك لازم ادافع عن حقوقك الشرعيه. وانا بصفتي جوزها لي عليها حقوق شرعية. يا اخي جا كسر حقك منك لها. الحقوق قال يا اخويا كتر خيرها انها متجوزاك. لا من فضلك، انا نعم انت انت تسكت. حاضر. اللهم اني صايم. اوعي تاني مرة يضحك عليكي ويخليكي تشتغلي في البيت زي الخدامة، ايديكي تخسر. اذا كان عاجبه على كده عاجبه، مش عاجبه بيت ابوكي مفتوح. اللهم اني صايمة. اللهم اني حفرقع. روحي شوفي مين بيدق الجرس يا سميرة. حاضر. اقعدي يا سميرة. قوم انت افتح الباب. كمان انا اللي هقوم افتح الباب؟ ليه لا؟ فاضي اهو قاعد. ما هي رخرة قاعدة فاضية اهي. ايش عرفك انها فاضية؟ ايديها فاضية لكن دماغها مشغولة، نافوخها بيشتغل فيك وفي بلاويك. حاضر يا ستي، حاضر يا ستي، حاضر من عينيا يا حماتي. هقوم افتح الباب. جاك حمى.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. اتفضل يا سي علي، جيت في وقتك. خش خش خش. مين؟ اخويا علي. اهلا اهلا اهلا. ايه الشقه الغريبه دي؟ اهلا بيك يا سميرة. اصل سألت على ماما قالوا لي انها عندكم هنا. ايوه هنا، تعالى يا ماما، اخويا علي جه. اهلا اهلا ابني حبيبي، اهلا يا روح امك. تعال يا علي، تعالى تعالى اقعد جنبي. ايه شقة غريبة، جاي هنا ليه؟ ايوه دلوقتي احكي لك. احكي لي يا ابني، اقعد جنبي اقعد. حاضر مالك يا روح امك؟ حاضر. الحقيقة بقى ان انا مش عاوز اخبي عليكي. ليه تخبي عليا؟ ايه خير ان شاء الله. انا زعلان قوي. زعلان؟ زعلان من ايه يا حبيبي؟ احكي لي، قول لي. حاضر. مراتي بوسينة مالها؟ غبت وراحت لاهلها. في 60 كشحة، مع ألف سلامة. وإيه يا أخويا اللي مزعلها؟ دي يعني اللي مزعلك قوي؟ ازاي بزعلش يا ماما؟ مش مراتي. انت مالك خايب كده زي أختك؟ وإيه سبب زعلها يا سيدي؟ بقول لها قومي اغسلي لي القميص، لوت لي بوزها وراحت شخطه فيا وقالت لي ما تقوم تغسله انت. اخص عليها أما بجحة. الله، تخليك انت يا راجل تغسل القميص وهي قاعدة؟ إيه ليه لا يا حماد؟ الزوج مش لازم يعاون مراته؟ اسكت انت. حاضر. ها، وعملت ايه يا علي يا ابني؟ بعت القميص للمكواجي عشان يغسله بمعرفته. جاتك خيبة، طالع خايب لابوك. ليه لا يا حماتي؟ انت عارفة ان الزوجة لها حقوق شرعية ولا ايه؟ اسكت انت. حاضر. ما هو الحق عليك يا علي، ما انتش عارف تمشيها. الزوجة لازم تغسل وتطبخ وتكنس. الله، ليه؟ هي أسيرة ولا جارية يا حماتي؟ قلنا اسكت انت. لا اسكت ازاي بقى؟ ما انت زودتيها قوي يا حماتي. مش عارفة حضرتك ان الحاجات دي كانت زمان ايام اليغمة؟ دلوقتي احنا بقينا في العصر الحديث، والزوج لازم يعاون مراته في شؤون البيت. يعاونها في الغسيل؟ ويعاونها في الطبيخ كمان. هو اكتع ملوش ايدين زيها يا حماتي؟ كنوز الدراما. يا خبيث، يا مكار. مظبوط ولا لا يا حماتي؟ لا مش مظبوط. وش معنى بقى؟